الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما اقول اي حاجه حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما هنعمل ايه مع بعض النهارده، اهدنوا من ايديكم الحلوه باحلى لايك، احلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين. ويلا نشوف هنعمل ايه النهارده في مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. يا رب تكون الوصفه ان شاء الله اللي هنقولها هتعجبكم وتبقى فعلا على قد ايدينا وبسيطه ان شاء الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي هنعمل اعاده تدوير كده. الاكل موجود عندنا، بدل ما هو مركون في التلاجة لا نستغله ونعمله اعاده تدوير بسيطه كده، وندخله شويه مكونات من بيتنا. برضو مش هنكلف اكلتنا حاجه من بره. يعني النهارده اكلنا ايه بلاش في بلاش طول ما احنا ساترين بيتنا. طب ايه اللي هنعمله اعاده تدوير بقى يا ست بسيطه؟ وهنعمل من الحاجه البسيطه اللي عندنا القليله كميه كبيره وتكفي ناس مهما ان كان عدد عيلتنا. ربنا يا رب يزيد ويبارك. هقول لكم حالا، خليكم معايا يا حبايب قلبي. اللي هنعمل منه اكلنا الحلو الجميل وهنعمل له اعاده تدوير. ده ايه ده بقى يا ست بسيطه؟ ده السمك الغلابه الجمبري الجميل اللي انا عملته لكم قبل كده خطوتين وما شاء الله، وكانوا طريقتين حلوين. النهارده بقى انا عندي طبق سمك زي ما انتم ما شايفين، اللي هو جمبري الغلابه الحلو الجميل ده متبقي عندي. هل افضل اسيبه في التلاجة؟ لا، ازاي اعمل له بقى اعاده تدوير حلوه وجميله كده واخليه يكفي ايه عدد ان شاء الله يا رب مهما ان كان. ربنا يزيد ويبارك. زي ما انتم ما شايفين الطبق ده هنعمل منه وليمه يا ست بسيطه ان شاء الله، مع تدخيل حاجات ايه حلوه وبسيطه كده من عندنا ان شاء الله. يلا نشوف بقى ايه اللي هندخله على احلى طبق عندنا متبقي عندنا من السمك ده. عندي بقى يا حبايب قلبي، انا عندي فلفل مقطعاه قطع صغيره ويا دوبك شوحته في الزيت، ما حمرتهوش. انا عايزاه زي ما هو كده، هو يا دوبك بس يدبل معايا. عندي بطاطس قشرتها وقطعتها مكعبات مش صوابع. عندي عصير طماطم، عندي بصل قطعته شرايح، عندي دقه ثوم، عندي الملح المتبهر بتاعنا. يلا بينا اوام ونشوف الوليمه بتاعتنا اللي من الطبق الصغير ده نعمل منه احلى اكله تاخد العين قبل البق. انا هنا دلوقتي حبايب قلبي جبت طاسه فيها شويه زيت وهنزل بالبصل وهشوحه. انا مش عايزاه اني ولا يحمر ولا يدي لون الذهبي، انا عايزاه يدبل. البصل عندنا دبل، هنزل بقى بدقه الثوم. انا عايزه مجرد ما الثوم تطلع ريحته على طول اقوم نازله بعصير الطماطم. يعني برضو مش عايزاه يدي اللون الذهبي، مجرد ما ريحته تطلع على طول انزل بيه بعصير الطماطم. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم بعصير الطماطم، واقوم نازله بشويه الملح المتبهرين بتوعنا ونسيبها لما تقلب قلبه وتاخد غلوه معانا. الطماطم اهي خدت غلوه، هنزل بقى بالبطاطس وانزل بالفلفل واقلب واسيبهم قيمه دقيقه بالظبط تاخد وتدي مع الطماطم. انزل برضو بالسمك بسم الله الرحمن الرحيم، سيب السمك برضو ياخد ما ويدي مع الخلطه الحلوه الجميله بتاعتنا دي دقيقتين بالظبط، واقوم قافله على الاكل بتاعنا الجميل ونحضر بقى احلى وليمه من الاكل المتبقي عندنا. بسم الله ما شاء الله، دي وليمتنا اللي من بواقي الاكل. بسم الله ما شاء الله، حاجه تاخد العين قبل البق. قومي يا حبيبه قلبي ما تكسليش وما تطنشيش، لو عندك اي بواقي اكل زي ما عند الست بسيطه كده، شوفي عملت منها وليمه باللي موجود عندي بحبه مكونات كده بسيطه. وبسم الله ما شاء الله حاجه كده تفرحي بيها عيلتك وفي نفس الوقت ما كلفتكيش اي حاجه من اللي موجود في بيتك. اوعي تستقلي اي حاجه عندك يا حبيبه قلبي مهما ان كانت قليله. ودايما اقول لكم بالرضا من عند رب العالمين، دايما ربنا هيبارك في القليل عندكم. شويه سلطه حلوين جنب الاكل، بشويه مخلل عندك، بشويه رز حلوين، شويه مكرونه، اللي انت عايزاه اعمليه. بسم الله ما شاء الله على وليمتنا الحلوه الجميله. ما تنسيش الست بسيطه بالدعوه الحلوه، باللايك، بالاشتراك، بتفعيل زر الجرس. ونقول مهما ان ضاقت الدنيا علينا فرج ربنا قريب، ونكون عندنا ايمان قوي بربنا ان اللي جاي ان شاء الله احسن. واقول لكم يومكم ونهاركم كله مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.